كم حفظنا من رزم كم جسور تاجكم بالطبع إن كلنا جميل من جهود لنبتغي رأس الهرم نقضي. كلنا بنعدي بمرحلة تالتة ثانوي، وفي منا اللي عنده ذكريات سيئة مع اليوم ده، وفي اللي عنده ذكريات كويسة، وفي اللي لسه مش عارف أصلا مصيره هيكون عامل ازاي. المشكلة إن مش انت بس اللي بتستنى اليوم ده، أهلك وناسك وكمان ناس ما تعرفهمش هتلاقيهم بيتصلوا بيك اليوم ده. نتيجة تالتة ثانوي عاملة رعب لكل البيوت العربية، طلاب بتنهار كل سنة وحالات انتحار كل سنة بسبب نتيجة الثانوية العامة. فهل فعلا تالتة ثانوي تستحق الضجة دي كلها؟ وازاي نتعامل مع الموضوع ده؟ هو ده موضوع فيديو النهارده. دلوقتي بمجهودي اعمل فيه ايه؟ عقدة سنين مش عقدة يوم، اللي بيحط ده بيحط ازاي؟ هي مستقبل عيال وعلى طول باين علينا تسمية اسمع عليها. الناس بتقول لي عايزة دلوقتي قليلة قوي بجد، والقطعة كانت كبيرة جدا. ده مش امتحان ثانوية عامة، ثانوية عامة 3 سنين بتاعت بصلي في امتحان زي ده. كيف على جنب الساعة؟ استنى تحت الساعة. قال لي يا ماما انا نفسي اموت. قلت له ليه يا حبيبي؟ قال لي يا ماما عشان انا حاسس ان انا مش هجيب اللي انا عاوزه. حصل لها ايه يا دكتور؟ من يوم النتيجة حتى الآن يعني بتاكل بالعافية، ما بتاكلش أصلا. هي عايشة على المحاليل. كده علقته بحليل؟ يوميا. لا 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 لا، اهدي خالص كده، مفيش حاجة تستاهل وإن شاء الله حقك هيرجع لك. والموضوع طالب ثانوية عامة شنق نفسه، الولد كان هو أساسا بيعيد السنة، ويبدو انه مر بازمه نفسيه مع الثانويه العامه نفسها، فيعني انهى حياته. لا خالص، الثانويه ولا بتدمر ولا بتعمل حاجه. لإقدام 9 طلاب وطالبات على التخلص من حياتهم في محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى بسبب الرسوب في بعض المواد أو حصولهم على درجات سيئة. مبدئيا الفيديو ده موجه للطلبة اللي لسه أصلا ما دخلوش ثانوية عامة، أو الطلبة اللي لسه يدوب متخرجين من ثانوية عامة. أغلبكم بيبقى فاكر إن تالتة ثانوي هي اللي هتحدد كل حاجة في حياتك اللي جاية، الكليه اللي انت هتدخلها، هل انت هتبقى شخص ناجح ولا لا. حتى في ناس بتبقى مفكره ان ثانويه عامه هي اللي بتحدد شريك الحياه هيكون عامل ازاي، وكل اللي حواليك بقى بيحسسك انك خلاص مبقاش ليك لازمه لو ما دخلتش كليه من الكليات القمه، لمجرد بس انك ما جبتش مجموع في ورقه ملهاش اي 60 لازمه، علشان عملت صح بدل غلط، او نسيت تحط الهمزه على الالف اللي كان بيصحح لك الورقه ما كانش ليه نفس يصحح، نقصك درجه ولا درجتين كده من جيبه، حسن كرم منه يعني. اكيد يعني مش ورقه الامتحان دي اللي هتحدد ال20 او ال30 او حتى ال50 سنه اللي جايين. ممكن تكونوا دلوقتي انتوا مش مقتنعين بالكلام اللي انا بقوله ده علشان انتوا لسه صغيرين ومخكم ما ادركش ده، ولكن صدقوني مفيش حاجه اسمها كليه قمه وكليه قاعه. المصطلح ده بقى قديم جدا، احنا دلوقتي في عصر جديد والافكار اختلفت جدا، ولازم احنا كمان نغير فكرنا طبقا للافكار الموجوده حاليا. ودليل على ده ان في ناس كتير جدا عملت شيفت كارير بالرغم من انها دخلت كليه من الكليات القمه وكمان كانت ناجحه فيها وقدرت انها تشتغل بعد التخرج، الا انها ما لقتش نفسها فيها فعملت شيفت كارير. ايه الاخبار؟ انا اسمي احمد ابو زيد، كنت مهندس مدني وسبت الهندسه ودلوقتي بعمل فيديوهات على يوتيوب. هكلمكم النهارده عن رحلتي من الاسنان الى التصوير الى اليوتيوب. الهندسه دراستي ليها غيرت حاجات كتير قوي، تمام، في فكري وفي حاجات كتير. وتفوقت جدا في الدراسه بتاعتها. بعد كده لا، الموضوع بقى انا بقدم كونتنت مش يعني انا لما انا كنت بدرس قررت ان انا اشتغل في المعمار، اشيل طوب ورمل واسمنت، وبعدها بدات ان انا اشتغل كستيورد، بغسل اطباق وكوبايات وحاجات زي كده، وبعدين رجعت تاني للمعمار وكنت بشتغل في النقاشه وكده يعني. وطبعا ايه ده اثناء ده كله كنت بقى بدرس في كليه تربيه قسم كيمياء وطبيعه، دعوه اسلاميه، تجاره جامعه عين شمس، دخلت اداب ترجمه انجليزي جامعه القاهره. علمت اصلا موضوع ان انا اكون فيسبوك انفلونسر ده، انا استهوتني فكره ان انا اعمل فيديوهات اشرح فيها للناس من ايام الجامعه. 2012 خدت شهاده الثانويه العامه 94.39 من 100%، مجموع 387 من 410. بيوديك حسب بقى ايه؟ ما هي بقى الفكره كلها في ان هو انا كيحيى انا ليه دخلت هندسه؟ اصل دخلت في المجال الجديد ده، وده بقى اللي دخلني في الكتابه. هبدا يوتيوب تاني. عايزاكم يا جماعه تسالوا نفسكم كام سؤال. ليه انت عايز الكليه الفلانيه دي؟ هل نزلت محاضره في الكليه دي قبل كده وشفت هما بيدرسوا ايه؟ هل نزلت شفت قبل كده تجرب الشغلانه دي بالفعل على ارض الواقع قبل كده؟
هل انت عايز تدخل الكليات دي فعلا علشان انت عايز الكليه دي، ولا علشان الاتيتيود بتاع الكليه دي بيقول انها احسن كليه ومفيش احسن منها؟ اسال نفسك، هو انت تعرف ايه اصلا عن الكليه اللي هتموت عليها وحاسس ان مفيش حاجه هتنفع غيرها وبس؟ هل شاركت في مسابقات او حتى رحت ندوات ليها علاقه بالكليه دي؟ للاسف تقريبا اغلبكم هيكون اجابته لا. اغلبكم هيكون اجابته انا عايز الكليه الفلانيه دي علشان انا بحبها، ولكن للاسف كلمه انك بتحب الكليه دي مش كلمه كافيه انك تقدر على الكليه دي. حبك للكليه اللي انت هتدخلها هيخليك انك تعدي يا دوبك اول ترم بالعافيه، وبعد كده هتلاقي نفسك احتست. صدقوني انك تحب الكليه ده مش سبب كافي انك تخليك تدرس 5 أو 6 7 سنين تتفحت في الكليه دي بدون اي رحمه. بس لا، على فكره انا كنت هستحمل. لو كنت هتستحمل وكنت هتقدر عليها كان ربنا كتبها لك. لازم تكونوا عارفين يا جماعه، لو انتوا ما دخلتوش كليه من الكليات القمه فربنا بعدكم عنها علشان ممكن انتوا ما كنتوش تقدروا تتاقلموا فيها. بجد يا جماعه ربنا اعلم بيكم من نفسكم. ممكن الحاجه دي انت تكون فاكرها خير ليك، ولكن للاسف هي شر كبير. ممكن الحاجه اللي انت اصلا دخلتها ومش طايقها وشايف ان فيها كل الشر يطلع الخير ليك فيها بعد كده. ما دام انت عملت اللي عليك في ثانويه عامه وحاولت انك تبذل كل الجهد اللي تقدر عليه، فصدقوني ربنا هيكرمكم كرم كبير جدا. ممكن تكونوا شايفين الكلام اللي انا بقوله كليشيه وملوش اي لازمه، بس صدقوني هتفهموا معنى الكلام اللي انا بقوله بعدين. لو انت طالب في ثانويه عامه حاليا، او لسه هتدخل ثانويه عامه، او اتخرجت من ثانويه عامه، لازم تكون عارف 4 حاجات بجد مهمه جدا. اولا، انت عليك السعي، النتيجه دي مش بتاعتك. ما دام انت تعبت وعملت كل اللي عليك يبقى ربنا هيحطك في احسن مكان ليك. مفيش حاجه اسمها كليه قمه وكليه قاع، احنا اصلا في دوله قاع. مش عايزه اتكلم يعني، ولكن ده للاسف الحقيقه. مجموعك في ثالثه ثانوي هو مش بيحدد اي حاجه غير الكليه اللي انت هتدخلها بعد كده، ولكن مش بيحدد انك تكون شخص ناجح ولا شخص فاشل، ولا بيحدد العلاقات بتاعتك بعد كده. لازم تكون عارف ان الكليه او المكان اللي بتشتغل فيه مش هو اللي بيديك قيمه، انت بتدي قيمه للمكان اللي انت بتشتغل فيه. وبس كده يكون الفيديو خلص. لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وكمان سبسكرايب علشان تشوفوا كل الفيديوز اللي جايه، وكمان يا ريت تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى تيك توك، هتلاقوا كل اللينكس موجوده تحت في الديسكربشن بوكس. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.